انتوا عارفين ان فوازير رمضان جت فكرتها بسبب عربيه عطلت فجاه وهي ماشيه في الشارع؟ في الخمسينات كان في مذيعه مشهوره جدا في الاذاعه المصريه اسمها امال فهمي، جابت عربيه جديده، وفي مره وهي ماشيه في الشارع العربيه فجاه بدات تطلع اصوات غريبه جدا، فاستاذه امال بدات تركز جامد قوي في الاصوات اللي جايه من العربيه دي مصدرها ايه علشان تصلحه. اهو الموقف ده بقى كان السبب في انه يجي لها فكره برنامج جديد ومختلف وما اتعملش قبل كده. احنا ليه ما نعملش مسابقه يكون السؤال فيها معتمد على حيره المتسابق وتركيزه في الوصول للحل؟ وفعلا عملت امال فهمي اول فوازير في الاذاعه المصريه في اواخر الخمسينات في رمضان، وكان اسمها مين صاحب الصوت. كانت عباره عن انها بتجيب فنان او مطرب مشهور تخليه يقرا بصوته صفحه من كتاب، وعلى المستمعين ان هم يخمنوا مين صاحب الصوت ده، وكانت الجائزه وقتها 5 جنيه بحالها. وكان اول ضيف في الفوازير دي سيده الغناء العربي ام كلثوم. هتقولي ايه ده؟ دي فوازير سهله قوي، وفي حد في الدنيا ما يعرفش صوت ام كلثوم؟ اقول لك بقى ان دي كانت اصعب حلقه في الفوازير كلها، وناس كتيره ما عرفتش حلها لانهم كانوا عارفين صوت ام كلثوم وهي بتغني، لكنهم ما كانوش متعودين على صوتها وهي بتقرا كلام عادي كده زينا، فما قدروش يعرفوها. من ساعتها الناس حبت الفوازير جدا ونجحت نجاح كبير قوي، لدرجه انه في سنه من السنين امال فهمي قالت انه جالها اكتر من 1,000,000 جواب لحل الفوازير، وده خلى رئيس مصلحه البريد يبعت شكوى لمجلس الوزراء، قال لهم فيها ان الضغط علينا بقى كبير قوي حضرتك، ما بقيناش عارفين نوصل الجوابات العاديه بتاعت الناس، واضطرينا نلغي اجازات الاعياد. ده انتوا تشوفوا لكم حل في الموضوع ده، مش هينفع كده. وده كان اكبر مؤشر على نجاح الفوازير اللي اتنقلت بعد كده من الاذاعه للتلفزيون، وارتبطت بشهر رمضان وانتشرت في الوطن العربي كله.